الا عندك جدول ديال المبيعات، هاد الخمسه الفانكشن غادي تحتاجهم بزاف. اليوم غادي نتعلموا خمسه المعادلات الاساسيه في جوجل شيت اللي هما السام، الافيرانج، المين، الماكس والكاونت. هادو تخدموهم في اي بلاصه، تخدموهم الجدول بحال جوجل شيت والاكسل. غادي نشرح لكم كل وحده بطريقه بسيطه وبنفس جدول المبيعات باش تفهموا الفرق بيناتهم وتعرفوا امتى تستعمل كل وحده. نبداو بالسام. هاد المعادله كتستعملوها باش نحسبوا مجموعه ديال الارقام. مثلا عندي هنايا جدول المبيعات ديال 5 ايام، بغيت نعرف شحال هو المجموع ديال شحال هو المجموع كامل ديال المبيعات. باش نديرها معايا هنا نكتب علامه تساوي، ومن بعد ندير الصام ونحدد الخلايا اللي فيها المبيعات بحال دابا هادو. المهم نضغط على اونطاي، ها هو جوجل شيت عطاني المجموع ديالهم مباشره. يعني الصام كتجمع لي الارقام كاملين ديال اي جدول. يعني الا بغيتي تحسب ديال الارقام ديال اي جدول كما بغيتي كما ما كان، تستخدمو بالصام ودي تحسبها دغيا بلا ما تبقى تحسب بوحدك. الحاجه الثانيه اللي هي الافيرانج. هاد المعادله كنستعملوها باش نحسبوا المتوسط ديال مجموعه الارقام. بحال دابا بحال المعدل ديال النقط ديال التلاميذ، ولا المعدل ديال شي حاجه. المهم المعدل يعني المتوسط ديال دوك الارقام اللي عندنا. مثلا في هاد الجدول عندي المبيعات ديال 5 ايام، وبغيت نعرف شحال هو المتوسط المبيعات في هاد الايام. نكتب تساوي وندير على افيرانج ونحدد نفس الخلايا عاوتاني اللي فيهم هادوك المبيعات ديال 5 ايام، ونضغط عاوتاني على اونطري. هنا جوجل شيت عاوتاني يعطينا المتوسط ديال المبيعات. هنا غادي تعرف المتوسط ديال المبيعات ديال كل في ديك السيمانه، باش تقارن عاوتاني مع السيمانه مثلا اللي فاتت، ولا السيمانه اللي غتجي، ولا الشهر اللي فات، ولا شي حاجه بحال هكا. الحاجه الثالثه اللي هي المين. دابا الا كان عندك مثلا مجموعه ديال الارقام، بغيتي تعرف شنو هو اقل مثلا كان عندك جدول كبير ديال المبيعات، وبغيتي تعرف شنو هو النهار اللي فيه اقل عدد ديال المبيعات، تجي هنا تخدم بهذه بنفس الطريقه. عاوتاني تجي تدير تساوي، تكتب مين وتتحدد عاوتاني نفس الخلايا ديال دوك المبيعات، تدي اونطري. عاوتاني بنفس الطريقه جوجل شيت غادي يعطيك اصغر قيمه موجوده في داك الجدول. بنفس الطريقه عاوتاني كاين الماكس عاوتاني نفس الطريقه ايه هو العكس ديال المين. الماكس تنحسبو تنعرفو بها اكبر مبيعات. يعني تنجدو دوك المبيعات ديالك تاع دوك الايام كاملين، تشوفو شنو هو النهار اللي جبتي فيه المبيعات بزاف. بنفس الطريقه باش نحسبوها، تنجيو تنديرو تساوي، تنزيدو على ماكس، وتنحدو نفس الخلايا اللي فيها، تنحدو دوك الخلايا اللي فيهم البيانات المبيعات. بهاد الطريقه غادي تجيب لك جوجل شيت اكبر عدد عندك تما مكتوب، وغادي يعطيه لك. الحاجه الخامسه كما هي اللي هي الكاونت. هاد المعادله مختلفه شويه، حيت ما كتجمع الارقام ما تحسب المتوسط. كتستعمل باش تعرف شحال من خليه فيها الارقام. بحال دابا هنا، هنا عندنا 5 ديال الخلايا ديال يعني 5 ايام. يعني المعلومه ديال 5 ايام بلاتما ما تبقى تحسب. انت مثلا عندك 2 3 وهذه شحال تقول هذه. يقدر يكون عندك جدول كبير فيه بزاف ديال النهار، ولا بزاف ديال المبيعات، ولا بزاف ديال النقاط، ولا شي حاجه بحال هكا. تبقى تحسبهم انت بوحده بوحده، تديرهم تجي تدير تساوي، تدير كاونت، تسيليكسيوني دوك الخلايا كاملين اللي عندك تما، اللي فيهم دوك اللي باغي تحسب ليهم. صافي تما تيعطيك هو شحال كاينه من خليه، يعني شحال كاين من معلومات. مثلا دابا هنا عندنا 5 ايام غادي يعطيك 5 في الاخر. كانوا عندنا مثلا 10 غادي يديروك 10. كانوا عندنا 9 9 9 9 يعطيك حتى 9 9 9. يعني بخلاصه الا كنتي خدام على شي جدول ديال المبيعات، ولا المهم اي جدول فيه البيان، الخمسه الفونكشن دا هما اللي تخدم بهم، اللي هما كما قلت لكم الصام اللي هما المجموع، المتوسط الافيرانج، المين باش تعرف اصغر قيمه، الماكس باش تعرف اكبر قيمه، والكاونت باش تعرف شنو هما القيم اللي كاينين شحال تما. مثلا هنايا كما قبيله شفنا كاينين 5 الخانات، هما تيعطيك ديريكت شحال عندك من الخانه. يقدر يكون عندك جدول كبير بلاتما تبقى تحسب كل خانه بوحدها ولا خليه بوحدها، هو تيعطيك المجموع نيشان. هاد المعادلات بسيطه، ولكن غادي تستعملهم بزاف ملي غادي تخدم على البيانات والجداول كبارين بزاف. في الفيديو الجاي غادي نكملوا مع المعادلات والتقنيات الاخرى في جوجل شيت. الا كنتي باغي تتعلم جوجل شيت من الصفر خطوات خطوات، تبع معايا السلسله كامله، وما تنساش تشترك معايا في القناه باش ما يفوتك حتى دار جديد. وهادشي ما كان، وتهلاو.